السلام عليكم، مبروك عواشركم. الله يبلغنا رمضان بالصحة والعافية، والله يدخلوا علينا الرزق والتيسير. وبشرى سارة لصحاب السكر وصحاب الجلوتين، الله يجيب لكم الشفاء. سلو عاد تصاوبوا المدام. واحد السيد الله يشافيه طلبني قال لي بغيت سلو ما يكونش فيه السكر وما يكونش فيه الفرص، حيت عنده الجلوتين ما كيبغيش الفرص. فقلت نشارك معكم الوصفة، لربما يكون عندكم شي واحد مريض الله يشافيه ليكم وديروا نتوما الوصفة. مرحبا بكم. وهالمقادير مضبوطة مع الشافة كنزة الله يخليها ليا، هي اللي غادي تصوبوا وانا غادي نقدم لكم. درت المسكة حرة، شوية المسكة حرة، كاس ديال زيت العود اللي دفيناه حمرناه واحد شويه في المقله. هنا عندي رابعه ديال اللوز مطحون، رابعه ديال القرقاع مطحون، ربع الزنجلان. عاونيني راني حاصل. رابعه الزنجلان مطحون. وعندنا هنا الشعير، ربعة ديال هذا الشعير ماشي الفرص، ماشي الفورص وماشي صحاب الكومبلي الجلوتين الله يشافيكم هذا الشعير. ان شاء الله. وتنوريكم واحد الطريقه باش تصاوبوا بيتزا ما فيهاش حتى هي الفرص. الناس اللي كيبغيو ياكلوا بيتزا وكيخافوا من الفرص عندهم الجلوتين، غنديرها لكم بالشعير العجينه ان شاء الله الا بقينا في الحياه. وهنايا كنيزه 2 سربي، معالق ديال النافع اييه، ومعلقه ونص ديال القرفه، او حتى هي 2 معالق كبار. وعلى بركه الله ندوزو نخلطوا. نخلطوا، وضروري من قبيصه ديال الملح باش ما ياكلوش معنا الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما تخافيش، رمضان عيد تشدوا عيد تشدوا. بسم الله. قبيصه الملحه نضيفو مسكه حره. حاولي تخدمي باليد الاخرى باش يشوفوا. ها هي المسكه الحره، الشيا هي هذه مطحونه. دابا النافع والقرفه ها هما، وشويه ديال الكوزه. كوزه هاي الشيا، كوزه هاي شويه. صاي بركه بركه. يلا وهنا بدات كتجمع في العناصر، تجمع الشمل وزيت العود دافيه حتى الاخر وتكمل بها. وهنا غادي نكملوا الجميع بكاس ديال زيت العود اللي دفيناه. باش تشوفوا هو ما باغيش فيه لا سكر لا عسل لا حتى شي حاجه. وهنا السلو ديالنا تجمع كيف ما كتلاحظوا، وغنخليوه يبات ليله كامله باش يشرب مزيان زيت العود. وهنا قصريه وبنتها، انا ما نبقاش بلاش. اللهم بارك. هذا السلو عادي بالسكر وفيه الزبده كيف ما كتلاحظوا، راه كيبري بليدان حيت الكليان باغينو بحال هكا، باغينو ما يكونش ناشف. وهذا ديال السيد اللي قلنا ما فيه السكر وما فيهش الفرص. وبالنسبه لهذا السلو راه كاين عندنا في القناه. وهذا السلو هذا كاين المقادير مضبوطه والطريقه ديال التحضير في القناه ديال مطبخ كنزه وهشام. دخلوا راه تلقاو الفيديو تماك، واللي بغى شي كوموند ولا شي حاجه مرحبا به. بالنسبه لهذا السلو هذا 150 درهم الكيلو، وهذا 200 درهم الكيلو. دوزو بخير، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. وهالفال واحد صدقه حدانا فيها السلكه ديال القران.